مفاجئة في أسعار المحروقات والفواكه تغضب المغاربة، مطالبين الجهات المختصة عن توضيح سبب هذه الزيادة. أن سلسلة زيادة أسعار المحروقات لا تزال مستمرة ومستقبلها غير واضح في الفترة القريبة، حيث تم اتخاذ البنزين الممتاز ضمن هذه الزيادات أيضا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ زيادات كبيرة في أسعار البنزين والوقود اعتبارا من منتصف الليلة، حيث سيرتفع سعر لتر البنزين ب 76 سنتيما، بينما سيتم رفع أسعار البنزين الممتاز بمقدار 52 سنتيما، مما سيجعل سعر لتر الوقود يقرب من 13.40 درهم. ومن المتوقع أن تلقى هذه الزيادات تأثيرا سلبيا على المستهلك المغربي، حيث سيضطر لمواجهة تحديات جديدة بعد فترة اعتقاده بانتهاء مشكلة الزيادات في الأسعار. وتطرح هذه الزيادات تساؤلات حول موقف الحكومة، وما إذا كانت ستتدخل لإيجاد حلا لهذه الأزمة المستمرة، فقد يتطلب الأمر التعاون والتفاوض مع جميع الجهات المعنية بقطاع الوقود، بما في ذلك المستوردين والموزعين والناقلين وأصحاب محطات الوقود، بهدف البحث عن حلول فعالة تساهم في التخفيف من تأثير هذه الأزمة المستمرة التي تثير قلق المجتمع المغربي.